مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم بجوار النهر غنى، وتحت شجر البرتقال غنى، والكعب الغزال غنى، وعلى الرملة غنى ابن البلد والمطرب الشعبي محمد رشدي. عدوية في ايديا المسامير وفي قلبي المسامير، في ايديا المسامير وفي قلبي المسامير، في ايديا المسامير وفي قلبي المسامير. الدنيا غربتني وانا الشاب الامين، في ايديا المسامير وفي قلبي المسامير، في ايديا المسامير وفي قلبي المسامير. الدنيا غربتني وانا الشاب الامين، رمشك خطفني من اصحابي انا واد صياد، لفت بلاد وبلاد وبلاد. ابن البلد والمطرب الشعبي محمد رشدي. يا ليلة ما جاني الغالي ودق عليا الباب، اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب جداب، اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب، دوبني الغياب. يا ليلة ما جاني الغالي ودق عليا الباب، اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب جداب، اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب، دوبني الغياب. الفنان الكبير الأستاذ محمد رشدي، أهلا بيك على شاشة تلفزيون دبي وخاصة في برنامجنا ألبوم. اهلا وسهلا بك يا ستي. طبعا هنبتدي معاك ونقول الفن الشعبي واللون الشعبي من الألوان الغنائية اللي الواحد بيستمتع بيها وبتطرب الأذان وما بنقدرش ننساها. أين هي الآن في زمن الأغنية السريعة والأغنية الشبابية زي ما بيقولوا؟ والله اين مش اين، يعني الاغنيه الشعبيه موجوده زي النيل ما هو موجود كده، زي اصاله الشعب المصري، زي الفلاح المصري ما هو موجود ما بيتغيرش، زي ارضنا اللي ما عليهاش مشاكل، النيل بيجري من وسطها كده. فالموال والاغنيه الشعبيه موجودين، وده شيء مش ممكن هنفصل عننا ولا عن حبنا لفننا ولأصالتنا ولترابنا العربي كله يعني. فتلاقي هو موجود يعني، حتى مثلا في دبي ما تلاقي بيسمعوا أحدث حاجة يسمعوا أحدث أغاني، وكل أوروبا متفتحين عليها، إنما في النهاية تخش البيت العربي تلاقيه متمسك بأصالته وبفنه وبتراثه الشعبي الأصيل يعني. فهي موجودة بدليل إن يعني إن الواحد مجرد ما أعاد أغانيه كده هو بس الناس كلها يعني جريت وراها يعني. إنما الحاجات اللي بتشوفيها دي على الرصيف والكاسيتات والحاجات اللي بتاع دي، بتاخدي الشريط وتسمعيه مرة وترميها على طول يعني، مش ما بيتحسبش يعني. أكيد طبعا. فنان محمد رشدي، في زمن الأغنية الحديثة عدت توزيع أغانيك الجميلة واللون الشعبي الحلو اللي استمتعنا بيه وحفظناه وعشنا معاه وبنردده دايما. فهل تطور الأغنية الشعبية هو في التوزيع فقط، ولا ليه حضرتك فكرت في الفكرة دي؟ برضه حضرتك ماسك تطور. أولا عشان نكون موضوعيين، ما فيش حاجة اسمها أغنية شعبية وأغنية عاطفية يعني. علميا ما فيش، الأغنية هي أغنية. ولذلك انا زمان قلت انا بقدم الاغنيه العاطفيه الجديده. كون ان انا تخصصت في شيء
في جانب اجتماعي، فقلت عرباوي، حسن، عدوية، وهيبة، يعني خدت جانب اجتماعي من الأغنية دي، مسألة تانية. إنما هو علميا ما فيش قولة أغنية شعبية. الأغنية الشعبية اللي هي من التراث، اللي الناس ألفوها ولحنوها وغنوها، هم يغنوها في الحقول وفي المصانع، ملاش مؤلف ولا ملحن، يعني بتبقى زي فولكلور ومن التراث. زي مثل في ليلى دانا في الخليج، يعني يغنوا من التراث. ده تراث عاملينه الناس، هم بيصطادوا وهم بيزرعوا وهم بيقلعوا عندنا، يعني ده تراث. انما الاغنيه هي اغنيه. انما دي اعمال عظيمه عاملها ناس عظماء زي بليغ حمدي والموجي وكمال الطويل ومنير مراد، ومؤلفينهم ناس الاستاذ الابنودي والاستاذ محمد حمزه والاستاذ حسين السيد، وشعراء كبار وعظام، والحان لقيت عندي كنز. فكل ما هو ان هو ظهر تقنيه جديده اسمها الفيديو كليب، وظهر توزيع. ما كناش بنوزع، كان زمان اللي يقدر يوزع بيبقى عبد الوهاب في نشيد وطني، نشيد وطني للست ام كلثوم في مناسبه، عبد الحليم حافظ في 23 يوليو قدام الزعيم جمال عبد الناصر هيغني غنوه وطنيه، يقوم يجيب الاستاذ علي اسماعيل الله يرحمه ويوزع له غنوه. فدلوقتي في شباب بيوزع، وفيه المكن جديد، تراكات و46 تراك و75 تراك. طب ليه ما نستفدش ده وانا عندي اغاني كنوز يعني ذهب يعني؟ فليه انا ما استفدش بالبعد الخامس، البعد الرابع والخامس اللي هو للغنوه، اللي هو التوزيع، والبعد الخامس اللي هو التصوير الفيديو كليب. فليه ما استفدش بده؟ فرحت جايب الاغنيه بنفسها، الحان زي ما هي، الشعر زي ما هو، الصوت موجود صاحبه. فرحت عدت توزيعها وعدت وغنيتها ولبستها توب جديد، زي اللي قاعد في شقه كده وارث. بيعيد توزيع الديكور، بيعيد ديكورها، بيعمل لها الوان حلوه، بيغير مش عارف ايه، الركن ده بيعملوا ايه الوان. انما الشقه هي الشقه والمكان هو المكان يعني. فنان محمد رشدي، حضرتك مقتنع بالفيديو كليب؟ يعني في جيل دلوقتي بيقول ان ضد الفيديو كليب، بيقول ان الفيديو كليب يعني ما بيوصلش الصوت والطرب والاصاله، لان الناس بتبص للصوره اكتر فما بيستمتعش بالصوت. فهل حضرتك مع الفيديو كليب ولا ضده؟ ولما صورت الاغاني الجديده القديمه بتاعت حضرتك بشكل جديد فيديو كليب، هل حسيت انها فادت فعلا الاغاني؟ انا مش ضد اي تقدم، ولا ضد الشبان، ولا ضد الجداد. وانا في رايي اللي بيشتغل ويغلط احسن من اللي ما بيغلطش. هو اللي ضد الفيديو كليب بيقول ايه؟ بيقول ان يمكن مش قادرين يعبروا ان السيناريو بتاع الغنوه ما بيبقاش مكتوب كويس، فيبقى المغني بيغني في موضوع واللي هو شايفه حاجه تانية. خدت بال حضرتك؟ انما انا في رايي ان الفيديو كليب ده يعني ريح الناس. انا قاعده وانت دلوقتي بنتصور، نور اهو ونور اهو ونور ونور ورانا، واذا انا جيت عليك شويه كده راح نوري، واذا اتحركت كده مش عارف نوري، المخرج يقول لك خليك واقف كده. فاحنا بنتكلم حتى يعني عندي حركه ان انا بكلمك، انما في ساعه الغنى بيبقى بغني وانا واقف مديله. اذا رحت كده مشيت كده ولا حصل كده النور بتاعك يروح. فالمغني كان يقف كده زي الخشبه كده، زي كنت تشوفي في فيلم عبد الوهاب ماسك الورد ويقول يا ورده الحب الصافي وعامل كده. فجاء الفيديو كليب، المغني مش ما حرر، هو اللي بيرقص، الكاميرا هي دلوقتي هي اللي بترقص، الكاميرا هي اللي بترقص وهي اللي بتتحرك وهي اللي حركت، ريحتك من المغني، بتاخدي منه ساعه ما بيأدي، ساعه الجمله اللي هيقولها، الباقي بتترجمها المخرج بشطارته والكاميرا نفسها. فريحت خرجت الناس، لان كان بيقول لك بيقفونا ويعلموا بالتباشيره، نورك ما تتحركش من هنا لهنا، انت تغني. براح يقف يغني بصوت صياد وانا واقف كده مثلا، ويقول له في البتاع. ما كانش الواحد بياخد نفسه الا على المسرح شويه مع الفرقه، اهو يعاكس طبال، اهو يبص للموسيقيين بيعاكس مع الناس، يسقف بتاع. ما كانش بيحصل مغني حركه كده. جاء الفيديو كليب حرك وادى البعد الخامس للغنى. طبعا حضرتك صورت 4 أغاني من أغانيك فيديو كليب. بعد التجربة دي إيه اللي استفادوا ال4 أغاني دول، أو إيه اللي حسيت النتيجة اللي أضافتها الفيديو كليب ليهم؟
اولا خلت الاولاد الصغيرين اللي ما يعرفوش محمد رشدي بيقولوا لي يا انكل اغانيك حلوه، وبيجروا ورايا زي ما بيجروا ورا عمرو دياب والشبان الصغيرين. الحاجه الثانيه ان انا لحقت جيل زي حضرتك كده ما لحقش محمد رشدي كويس، لان كانت نجاحاتي كلها في الستينيات، وخليك كله يعرف ان المرحله دي كلها عدويه وعرباوي وادهم وحسن ومتى اشوفك والحاجات دي كلها، فكان يعني كانت شيء كبير قوي. الجيل ده لحقني، اللي ما لحقتوش لحقته انا، وقدمت له محمد رشدي بالشكل كويس، وحافظت في الوقت نفسه على الاصاله والمعاصره. يعني حافظت على محمد رشدي وعشت العصر اللي عايشه اللي في جيلك واللي في سنك يعني. كمان الاولاد الصغيرين دول كان الاول اخش مثلا في حفله عارفين بغني في التلفزيون، ما كانش يجروا ورايا، دلوقتي بيجروا ورايا بيقولوا لي يا انكل اغانيك الجديده حلوه وعجبانه ويغنوها لي. الحاجه الثانيه فاعادت لي شعبيتي بشكل قوي يعني، وعمر وادتني عمر ثاني. الحاجه الثالثه ان انا استفدت من مخرجين شبان اخرجهم، وموزع عنده 30 سنه، مهندس عنده 30 سنه. يعني الست ام كلثوم في وقت ما حست انها محتاجه للجديد، فقالت لهم احدث ملحن مين؟ فكان العظيم بليغ حمدي عنده 25 سنه، فاستفادت بشباب بليغ حمدي وجابت بليغ حمدي وعمل لها غنوه خلت مصر كلها تغني انت فين والحب فين. فالانسان لازم يعيش عصره ويعيش وقته ويعيش المرحله اللي هو عايش فيها بكل التقنيه اللي اتوجدت موجوده. ما ماتش كده يقول لك لا. في ناس يقولوا انا بحب اسمع عدويه زي ما هي. انا عملت حاجه، ده انا مشيت السرعه يعني الريتم مثلا شويه. احب اسمع الاغاني القديمه زي ما هي، وانا عملتش فيها حاجه، هي نفس الكلام، هو نفس الملحن. ولا ما اقدرش اعتدي على الملحن، دي جريمه، ده انا صغرت في اللحن، جريمه يعني جريمه. جمعيه الملحنين حتى الملحن ما كانش عايش تحكمني، ده انا عملت لها بعد تاني في التوزيع، اديتها جمال يعني. فاستفدت ان كل واحد لازم يستفيد من الجيل الجديد ومن الدم الجديد، زي ما السيده ام كلثوم استفادت من بليغ حمدي، وحضرتك دلوقتي استفدت من الموزع. طب ليه ما استفدتش من الشاعر الكلمه، وما استفدتش من الملحن وعملت شيء جديد بقى متكامل بقى؟ بعمل يعني انا ما عنديش مانع بعدين قدامك، ما عنديش مانع اغني الاستاذ حميده يعني. حتى عبد الرحمن الابنودي قال لي ايه ده؟ قلت له والله ما عندي مانع. في شبان اتصلوا بيا، مفيش داعي لذكر اسمائهم، ان هم شعراء ومؤلفين جداد، وقالوا لي منهم الاستاذ رضا امين، الاستاذ جمال بخيت، شعراء وملحنين شبان. وانا غنيت لبعض الملحنين اللي يعني المعاصرين دلوقتي زي صلاح الشرنوبي وفاروق الشرنوبي وسامي الحفناوي، غنيت لهم، بس ما غنيت لهمش اغاني يعني، ما غنيتهمش اغنيه فرديه، غنيت اغاني في مناسبات وطنيه، في 6 اكتوبر، في بتاع حاجه زي كده. انما انا مستعد يعني اخد تجربه مع زي ما قلت لك هيديني عمر تاني. اكيد. انا شفت حضرتك قدمت 4 البومات، الاربع البومات من الاغاني القديمه، فحضرتك بتقول لازم نستفيد من الجديد، فاستفدت من التوزيع. فهل الفن الشعبي دلوقتي ما فيش انك تستفيد منه، او اللون الغنائي اللي حضرتك بتقدمه ما فيش كتاب وملحنين عشان يبقى الاستفاده كامله؟ ربنا طول عمره مع شعرائنا موجودين، الاستاذ عبد الرحمن الابنودي مع عايش اهوت، وبنتكلم بعضنا كل يوم الصبح وبالليل، يعني لازم يطمئن عليا ان انا عايش ولا لا، وانا اشوفه الحمد لله نايم في امان الله. لازم نتصل ببعض كل يوم. شاعرنا الكبير الاستاذ محمد حمدي، كل الناس الكتاب الكويسين اللي كتبوا لي موجودين. انما مش انا ضد الجديد، بس انا لقيت نفسي قاعد على كنز ذهب. لازم تستفيد. الاغاني اللي حضرتك بتتكلم عنها، عرباوي وحسن المغنواتي وعدويه ومتى اشوفك وكتير الهوى مغرب الصباح، يعني مهما عديتك يعني اعوذ بالله انا ما فيش مغني في مرحلتي من الاستاذ عبد الحليم والست ام كلثوم يعني غير دول يعني فرضات رش، غير دول. انا بالنسبه لجيلي اللي زيي عنده اغاني ناجحه بالشكل ده، دي ثروه. كان في الوقت ده اللي مش طايل عبد الحليم طايل رشدي، فكان عبد الحليم بس بيعمل في السنه حفلتين او بيعمل فيلم، يجي اللي عنده غنوه حلوه كمال ولا بليغ ولا الموجي ولا عبد العظيم محمد،
الناس العظام دول، ولا منير مراد. يعني مثلا الكعب الغزالي بتحني بدم الغزالي، لما لقاني الاستاذ حسين السيد الله يرحمه الابنودي وشاعر جديد والكلمه الجديده، وبنقضي على على الفكر القديم والبتاع، قال يعني مش عارف الف محمد رشدي ومنير مراد، قال يعني كمان مش عارف احله. طب تحدوا الاثنين وراحوا عاملين لي اغنيه يعني كعب الغزالي يا متحني ديت، تصريحات الصواري مدى نجاحها في الايام اللي احنا فيها دي، هي سبب الموضه الشبابيه، هي سببها كعب الغزال دي. وقالوا احنا ازاي هنعرف نكتب لمحمد رشدي اغاني مش الشكل اللي هو عايزه، فراحوا كاتبين لي كعب الغزال يا متحني بدم الغزال. انما انا عندي كنز فلازم ما اسيبوش. يعني واحد عنده الماظ، اي ست او اي انسان بيقتني ذهب او بتاع بيروح للسائق برضه يقول له لمع لي دي، اعملي فريم جديد ليها بطريقه لمع لي دي، اعمل لي كده ويعملوا كده بس. فانا عندي اعمال عظيمه كانت بتاكل بعضها. يعني كان ورايا صديق شخصي الاديب الكاتب الاستاذ محمد جلال، فكنت اطلع وهيبه يقول لي فين الثانيه؟ اقول له ما لسه الاغنيه. يقول لي لا، اطلع عربيه يقول لي فين الثانيه؟ فين حسن؟ اطلع متى اشوفك؟ يقول لي فين؟ الرمله، مغرب صبابه، اغاني 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 اغاني. كان يقول لي انا مش عايزك تخليك المغني بتاع الغنى الواحده، لان قبلي انا والاستاذ العظيم عبد الحليم حافظ كنت لاقي مغني مشهور بغنوه واحده. يعني مثلا فنان زي عبد السروجي مشهور بغريبه الدار، كان في مطرب اسمه محمد صادق مشهور باغنيه اسمها نورت يا قطن النيل يا حلاوه عليك يا جميل. فما كانت توصل المغني مثلا مع احمد عبد الله مشهور باغنيه اسمها ما خلاص اتعدلت. فكان يعني ولذلك حتى من الشبان اللي طلعوا دول مثلا تلاقيه صاحب اغنيه واحده، تفتكر له غنوه اتنين وخلاص، ويجيب الشبح ويجيب الشقه وخلاص، ولا في غنوه عدى بقى وخلاص ولا غنوه تانية. لما كان كل همي انا انتج فن عظيم لناس عظماء موجودين، وكانوا بقول لك زي مش طايل عبد الحليم يغني له فيبقى طايل محمد رشدي، فلقيت نفسي قاعد على الكنز. تستغله الاول، فطلعته ونظفته ووريته لجيل تاني عظيم، شبان سمعوا واقتنعوا بيه. اللي مقتنع واللي مش مقتنع برضه